ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. النهاردة أول أيام رمضان يا جماعة. قلنا هنعمل معاكم ايه؟ شوية محشي. أول حاجة طبعا عارفين إن أول يوم رمضان المحشي يا جماعة. أيا كان بقى، محشي كرنب، محشي ورق عنب، احنا هنعمل تسبيكة المحشي مع بعض. ضفت معلقتين من الزيت في طاسة، ومعايا معلقة من الزبدة تكون كبيرة كويسة كده، ومعايا شوية بصل حلوين، حوالي 3 بصلات. يلا نسيبهم على النار كده شوية يا جماعة، يتبلوا معانا بس. طبعا ما ننساش نذكر الله واحنا واقفين نعمل اي اكل للشهر الكريم يا جماعة. ده شهر غفران ورحمة. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير يا رب. هنضيف حوالي معلقة من الملح. طبعا انا كنت مفرزة معاكم الطماطم دي قبل كده، اللي هي ايه، اللي احنا بنضربها في الخلاط وبنسيبها على النار شوية وبنحطها في اكياس. انا كنت عاملاها. هضيف حوالي كوبايه منها كده يا جماعه. هنضيف باقي الطماطم اللي هي فريش، لان الطماطم زي ما انتم عارفين رخيصه جدا في السوق. طبعا يا حبايبي المحشي طبعا الورق العنب عايز يا بط يا عايز لحم. جبت الشرايح اللحمه اللي انتم شايفينها دي جميله دي من عند الجزار، وقلت له قطعها لي كده نفس التقطيعه دي. هنعملها بقى ايه؟ هتبلها وهديها تشويحه على النار كده. هنعمل النهارده طواجن محشي. انا جبت ميه بصل ومعلقه صلصه وشويه ملح، وهنقلبهم عليها كده. هديهم بس تتبيله حلوه كده قبل ما اديهم تشويحه على النار. يا جماعه غلفتها بميه البصل ومعلقه الصلصه، تحفه بجد. هنروح على النار بقى نشوف هنديها تشويحه. معايا معلقه زيت حلوه كده، هنسيبها تسخن كويس جدا عشان ندي صدمه للحمه ما تنزلش الميه بتاعتها. طبعا تسبيكه المحشي زي ما انتم شايفين كده تحفه، خلاص وجهزت. ما شاء الله، معنى كده انها خلاص جهزت على ايه، ان احنا نضيف الرز. بقى نضيف شرايح اللحمه بتاعتنا. اول ما تاخد لون من تحت هنقلبها على طول على ايه، على الناحيه الثانيه. بقى يا جماعه نديها تقليبه على الايه، الناحيه الثانيه زي ما انتم شايفين كده، وشويه فلفل اسود وكمون. خلاص يا جماعه التسبيكه زي ما انتم شايفين كده اتسبكت وبقت زي الفل. غسله حوالي نص كيلو رز وصفياه كويس. هقلبهم تقليبه كده بقى. طبعا معلقه الثوم المفروم بتاعتنا. هنقلب بقى الكلام ده كله، وهنضيف الفلفل الاسود بتاعنا والخضار. شويه فلفل اسود بقى يا جماعه حلوين كده، وشويه كمون، ونظبط الملح بتاعنا بقى. نضيف الخضار كده، بقدونس وكزبره وشبت. خلاص كده عندنا خلطه المحشي بقت جاهزه. يلا بينا بقى نحشي. نبدا بقى نحط شرايح اللحمه في الطاجن من تحت كده. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. طبعا سلقت الورق. انا ما وريتلكوش الورق لان سليقه سهل يعني. نبدا بقى نحشي كده. طبعا الورق العنب ده يا جماعه جديد السنه دي. هبدا بقى احشي الكميه كلها كده، واوريكم في الاخر. انا جايبه قمر الدين الاحلام بجد، انا بجربه كل سنه بس حلو قوي قوي قوي. انا عندي اول يوم رمضان يا جماعه يعني مهلبيه قمر الدين. يلا بينا هضيف له الميه السخنه. يلا بينا، انا ضفت له الميه السخنه. هحطه على النار حوالي 10 دقايق وبعدين هطفي عليه لحد ما يفك كله. جينا بقى يا حبايبي القمر الدين بتاعنا. احنا طبعا غليناه كذا غلوه لحد ما بدأ داب معانا. ضربته في الخلاط. لو انت حابه تضربيه في الهاند بلندر، بالهاند بلندر بدل ما تشيليه من الحله مفيش فيها مشكله. بس هو ما كانش فيه اي كتل خالص، بس انا ضربته احتياطي عشان لو في اي ايه حبيبات كده تحت ايه من الايه من قطع القمر الدين. بس ما شاء الله ما فيش فيه اي حاجه. وضفت كوبايتين من الميه. هضيف بقى كوبايتين من السكر وادي التانية. حابه بقى تخليه مسكر قوي براحتك، بس هو كده ايه، المعدل بتاع السكر بتاعه مظبوط. لما يغلي معايا هحضر 3 معالق من النشا على نص كوبايه من الميه. بسم الله. ونضيف النشا. احنا مش عايزينها يا جماعه تقيله قوي، لان هي بعد ما بتبرد بتتقل معانا كويس.
زي ما انتم شايفين كده القوام بتاعها تحفه بجد. هنسيبها تغلي 5 دقايق بالظبط وهنقفل عليها. بس يا رواية رواية، القوام بتاعها ده يا جماعه تحفه بجد، لا تقيله قوي ولا خفيفه قوي. خلاص يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده غليت معانا والقوام بدأ يتقل كمان شويه معانا. هو كده القوام كويس، 3 معالق نشا على نص كوبايه من الميه. شايفين يا جماعه القوام تحفه، هتبرد معانا وهتبقى كريمي وجميل. جبت المهلبيه بتاعتنا يا جماعه، هنضيفها بقى في الاطباق. بسم الله. شايفين الجمال؟ تحفه بجد. شايفين اللون؟ مش عايزه اقول لكم على الريحه بقى كمان. خلاص يا حبايبي فرغنا الاطباق. انا عندي جوز الهند بجد حلو. انا يا جماعه ما بعملش اعلان، انا بقول لكم الحاجه الكويسه. الكيس انقطع مني. لا بجد حلو قوي يا جماعه. يلا بينا بقى نضيف المكسرات بتاعتنا. انا عندي شويه مكسرات مجروشه كده، قطع. ما كانش عندي سوداني لسه ما جبتش، وعندي زبيب وجوز الهند اللي قلت لكم عليه. يلا بينا بقى نضيف شويه جوز الهند جمال كده. الله على الريحه تحفه يا جماعه. نضيف شويه بقى مكسرات زي ما انتم شايفين كده، وشويه زبيب. خلاص يا حبايبي خلصنا المهلبيه بتاعتنا. عايزه اوريكم جمالها. كل سنه وانتم طيبين. خلاص يا حبايبي خلصنا طواجن المحشي باللحمه. عندي شوربه بقى زيدوا فيها كده، طبعا مولعه الفرن على درجه حراره 200 بقالي حوالي 10 دقايق. هنزيده كويس عشان خاطر ما نفتحش عليه. خلاص خلصنا كده، زدنا المحشي بالشوربه بتاعتنا. هبدا بقى اغلفه بورق الومنيوم. مش هفتح عليه يا جماعه الا بعد ساعه بالظبط، بعد ما احطه في الفرن بساعه. اغلفه كويس جدا عشان يستوي معانا على طول. بياخد من ساعة لساعة ونص يا جماعة في الفرن. ضفتهم زي ما انتم شايفين كده، احطهم في الفرن بقى بعد ما يستووا هوريهولكم. خلاص يا جماعة خلصنا أحلى فطار، طواجن المحشي ورق العنب بجد تحفة ومستوية بجد جميلة يا جماعة وريحتها تحفة. عايزة أوريكم الجمال بجد حكاية. وعملنا شوربة لسان عصفور يا جماعة، بجد الأكل تحفة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يكون نال إعجابكم. كل سنة وأنتم طيبين وبألف خير، وإلى اللقاء. باي باي.